اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات حياه مهاجر بامريكا. الحقيقه احد المتابعين اسمه بن الكسندر كان سأل سؤال مهم عن العمل في امريكا، فالنهارده هنجاوب ونتناقش فيه مع بعض، فخليكم معنا. الحقيقه كان الاستاذ بن الكسندر سأل السؤال، هسيب لكم السؤال اللي حب يعمل بوز للفيديو يقراه. هو بيقول ان هو جاله شغل في شركة ريتيل كبيرة اسمها كاسكو. كاسكو دي شركة كبيرة قوي، حاجة كده زي كارفور في مصر، اكبر يعني. وهو كان مقدم على وظيفة، لكن هم الحقيقة اختاروه في وظيفة تانية خالص. بيقول ان هم ودوه المخازن، وهو مش حابب الكلام دوت. هو كان عايز وظيفة تانية. الحاجة التانية ان هم حطوه بارت تايم، والحاجة التالتة ان هو مش سعيد بيها. الحاجة الرابعة ان هو بيقول ان هو مضطر لانه محتاج مصاريف. الحقيقة الحياة هنا في امريكا مصاريفه اليومية او المعيشية مضطر ان هو يلاقي شغل بسرعة. الحقيقة ده برضو حاجة يعني مهمة جدا 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 لكل حد بيجي امريكا، ونصيحة بقولها يمكن قلتها قبل كده بس النهاردة هنتكلم عنها باستفاضة، وهي هتشتغل ايه لما تيجي امريكا. يعني لما تيجي امريكا جديد انت مش هتفرض عليهم الشغل اللي انت عايزه، انت لازم تقبل الشغلانه اللي هم هيعرضوها عليك. ده في البدايه يعني ممكن تلاقي مهندس يشتغل حاجه شغلانه دنيا، هتلاقي كتير. قابلت دكاتره بيطريين مثلا كانوا شغالين سكيورتي على احد المباني، بيقبل لغايه ما يعمل معادله ويخلص يعني الدراسه بتاعته، يبدا يشتغل دكتور، وبقى كويسين بعد كده وزي الفل يعني. لكن ده على سبيل المثال يعني. محاسبين كتير اشتغلوا في فنادق، اللي منهم ربنا وفقه وقدر يشتغل مثلا في مستشفى في قسم الحسابات، ولا يعمل داتا انتري، ولا شيء من هذا القبيل. يعرف كمبيوتر شويه ممكن يلاقي شغلانه اهو اريح شويه. لكن الاغلبيه بيبدا حياته ان هو بيقبل اي شغلانه تتعرض عليه. ممكن تقول لا، بس الحقيقه لو انت قلت لا وقعدت في البيت، طب ايه البديل؟ البديل ان محدش هيشوفك، ومش هتتعرف على الحياة، ومش هتعرف لغة، ومش هتتقدم خطوة واحدة. فانت ايا كانت الطبيعة الخاصة بالشغلانة دي لازم تقبلها. بس لما بقول ان انت تقبل اي حاجة، مش معناها ان انت مثلا تشتغل تعمل عزل الاسطح مثلا، او تشتغل في اسطح المنازل او في الكونستراكشنز. لو انت جسمك مش واخد على كده، ومع عمرك ما طلعت في مباني مثلا دور تاني ولا تالت وبتاع، فده خطر. لا، ما بقولش كده، بقول الشغلانه اللي تقدر عليها جسمانيا بس نفسيا وذهنيا انت مش قابلها، دي لازم ترضى بيها. في ناس كتير بتجيلهم هاوس كيبنج، نظف اوض ولا حاجات زي كده، بيقبل. في ناس بتجيلهم مينتنانس في شركات او في بنوك، او مثلا بيشتغل مع حد من الباطن، فبيروح ينظف في المكاتب يوم السبت والحد، بيقبلوا وبيروحوا. في البدايه لازم تقبل اي حاجه ودي هتفيدك بقى في انك هتتعلم لغه، هتحتك بالناس، وهتشوف طبيعه الناس اللي هنا المهاجرين بيتكلموا ازاي، لقمه مش لقمه، طيبين كويسين، تتعامل ازاي، تقول ايه ما تقولش ايه، تاكل ايه، تحضر غداك ازاي، تاخد السناك ازاي معاك، اللانش بوكس تحط فيه ايه، وهكذا. يعني انت بتتعلم من الصفر، فانت لازم تقبل. حته ان انت الشغلانه مش ماشيه معاك، وانت بتعتقد ان انت ذهنيا اعلى منها، فكريا اعلى منها، ده حلو مش وحش، ده معناه ان انت هترتقي. الكلام ده يمكن موجود في المجتمعات الشرقيه، ان انت ايه، يقول لك تبدا صغير تفضل طول عمرك صغير، تبدا كبير توصل بسرعه. الكلام ده مش صح هنا. هنا لو انت اشتغلت في وظيفه دنيا وهم لقوك كويس وعندك امكانيات فكريه اعلى من الوظيفه، لازم بتطلع مفيش نقاش يعني. حتى لو لقيت بعض المديرين عندهم يعني تعصب، لكن لازم هتوصل. انت شغلك لازم هيتفرض، ولازم هيشوفوك، ولازم هيطلعوك غصبا عن عينيهم، لان هنا في قنوات كتير للشكوى، وقنوات شرعيه ما فيهاش اساءه لحد. فمن حقك ان انت لو انت شايف نفسك ذهنيا ارقى من الشغلانه ديت، بعد فتره ممكن تقدم. في حاجه في كل الاشغال اسمها كارير بريفرنسز،
والكارير بريفرنسز ديت ممكن تعدلها. هو ممكن تقبل الشغلانه اللي هي بارت تايم، اللي هي في المخازن يعني في الوير هاوس بارت تايم، بس ده لفتره، لان هو بعد 6 شهور من حقك ان انت تنقل، من حقك تقدم، ومن حقهم يرفضوا. لكن لو في شغلانه فاضيه في حته تانية انت حاببها احسن بتقدم عليها. انت بس تحط في الكارير بريفرنسز انت حابب ايه. مثلا حابب كاشيرنج، او حابب حسابات، حابب مثلا الكترونكس، حابب وهكذا يعني حسب الاداره اللي انت عايز تشتغل فيها. فبتحط البريفرنس بتاعها، او تشتغل مثلا او تقدم حتى على سوبرفايزر، او تقدم على مثلا اسيستنت مانجر، انت حر. يعني الكارير بريفرنس ده مش مقفول، وهم مش حاجبينه عليك، انت بس تعرف ازاي تحطه على الكمبيوتر. ولما بيحصل فيه فرصه او هم عايزين حد في المنصب دوت، طالما انت حاطط اسمك لازم يعمل لك انترفيو، لازم غصب عنهم لازم يعملوا. ممكن يرفضوك مش مهم، بس انت لازم يعني لازم يعمل انترفيو معاك. هو كده الشركات هنا كده، فما تقولش لا. الحاجه اللي انا برضو كنت عايز اقول عليها وانوه عليها حته البارت تايم. هنا عندهم برضو يعني طبعا مش عايشين في مجتمع ملايكه. هو يقول لك البارت تايم في امريكا 32 ساعه بس. لما up تلاقي to. خلي بالك من كلمه up to 32 hours او week، ان هو من حقه يديك 14 15 16 10، ما فيش ما يديك يوم في الاسبوع، هو حر طالما اب تو. بعض الشركات بتعمل كده الحقيقه عشان تبقى هي ماسكه العصايه من النص، لكن انت من حقك تاخد لغايه 32 hours او ويك. برضه اول ما بيفتحوا ان في فول تايم بتقدم فيه، لانك ليك الاولويه انك شغال، طالما انت ما بتعملش كول اوف، ما بتغيبش، ملتزم، ما بتتكلمش على الاداره. طبعا هنا برضو نصيحة تانية جت في النص افتكرتها دلوقتي. المجتمعات الأمريكية المغلقة، يعني مثلا شركة وير هاوس ستور كبير فيه 500 ألف موظف، الكلمة بتتقال بتلاقيها وصلت المدير بعد 5 دقايق. حاجة صعبة جدا، أسوأ من مصر يعني. بيتكلموا كتير جدا وبينقلوا الكلام كتير جدا جدا، وخصوصا لو انت مش يعني برضه الى حد ما فورينر بالنسبه لهم. فلو قلت حاجه مسيئه للاداره هتلاقي كذا واحد اتبرعوا وراحوا قالوها للاسيستنت على الاقل، ان انت مش عاجبك الشغل والكلام فاضي وانا كنت احسن في بلدي وبتاع. فالكلام اللي بيدور في ذهنهم ايه اللي جابك يعني. فبلاش الكلام السلبي في البدايه خالص، ما تتكلمش على حد او على حاجه او على مساوئ الشغلانه. كل اللي يسالك تقول ام جود. الشطاره انك تتعلم بقى، كل ما تتعلم اكتر وكل ما تتعلم في الحته اللي انت فيها اقسام اكتر، كل ما هيحتاجوك غصب عنهم. ولو احتاجوك في كذا حاجه غير اللي انت بتعملها او اللي هم طالبينك عشانها، اكيد لا مش اكيد، مليون في الميه لازم تطلع فوق، ولازم ياخدوك سوبرفايزر او اسيستنت او كده. طالما بتعرف، كل ما تعرف اكتر كل ما تبقى فرصتك في الترقي اكتر. حته التعاسه بقى او السعاده، انت بقى بتعيد التوازن النفسي لنفسك بنفسك من غير ما تحتاج لحد. انت جاي هنا وانت عارف ان انت مهاجر، وانت جاي هنا وعارف ان انت لازم تدفع ضريبه الهجره ديت، ضريبه الشوارع النظيفه والخضره، ضريبه الحياه في امريكا. انت عارفها قبل ما تيجي وانا اتكلمت عليها كتير. لازم تبقى انت نفسيا عارف ان انت جواك يعني من جواك مش محتاج حد يقول لك، ومش محتاج تقول لحد ان انت مثلا معاك شهاده عاليه، عندك خبره مثلا 20 سنه في كذا، عندك اسرتك كويسه، عندك عيلتك كويسه، فده من جواك انت عارف قدر نفسك كويس. ولكن دي مرحله انتقاليه لازم تمر بيها، كلنا مرينا بيها، كلنا غسلنا يعني الارض، مسحنا الارض ومسحنا وكنسنا وعملنا اللي ما يتعملش في خلال الفترة الأولانية. لازم ترضى بأي شغل حتى لو كان إيه بالذي لازم تقبله، وإلا مش هتشتغل، وإلا هتفضل قاعد محلك سر لغاية ما تلاقي الشغلانة اللي هتعجبك. إذا كان هذا الأسلوب ما بينفعش في مصر، فما بالك إنه هينفع في أمريكا؟ لا طبعا، هو أسلوب فاشل في مصر وأسلوب فاشل في أمريكا. إنك تفضل مستني الشغلانة اللي على كيفك، ده كلام مش مظبوط يعني. لازم تبدأ تخبط على باب الرزق، ولازم تبدأ تنزل شغل وترضى باللي ربنا قاسمه لك، لأنه أكيد كاتب لك طريق نجاح. ودي بدايته انك تبدأ من تحت، من اول درجة من درجات السلم، وترتقي. كافح اكتر، تقرا اكتر، تبقى انسان محترم، تلبس كويس، ريحتك كويسة، هدومك نظيفة، محترم. لازم الناس كلها تحبك.
في اي مكان في الدنيا، يعني مش في امريكا بس ولا في مصر بس، في اي مكان في الدنيا. بس فانا اتمنى لك التوفيق، واتمنى ان انت الحقيقه ترتقي، طالما عندك بتقول انت ملكاتك الفكريه اعلى من الوظيفه، ان شاء الله ترتقي. والحلقه دي لكل الناس، مش لمتابع واحد او كده، هي حاله الحقيقه بنمر بيها كلنا كمهاجرين جداد. كل الناس عدت بيها، كل الناس مسحت بلاط في الاول، لكن هنا الشاطر والجدع بيفضل يطلع يوم ورا يوم، شهر ورا شهر، لغايه ما بيحقق احلامه يعني. بس ده كان رأيي في الموضوع، وده كانت إجابتي عن هذا السؤال. أشكركم وألقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله.